مساء الخير عليكم متابعيني الأعزاء ومتابعين المسلسل الدرامي الاجتماعي الرومانسي الجميل فريد أو الطائر الرفراف. هبدأ معاكم دلوقتي ملخص الحلقة الجديدة، بس قبل ما أبدأ يا ريت اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. يا ريت بعد إذنكم ضروري جدا متنسوش اللايك للفيديو. هبدأ معاكم دلوقتي إن شاء الله ملخص الحلقة 121. الحلقة اللي بتبدأ بمشهد من الحلقة اللي فاتت بعد ما سيران قلعت الدبلة واديتها لفريد. قال لها ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ قالت له اللي عملته اني فكرت ان انا اقدر اثق فيك. انت لسه بتسألني؟ انت مش ملاحظ انت كنت بتقول ايه لامك من شوية؟ قال لها انا مش عارف انتي سمعتي ايه بالظبط، بس اكيد انتي فهمتي غلط. يلا يلا البسي الخاتم. فقالت له لا انت هنا خلاص، وبعدت ايديها عنه. انت متجوز علشان يكون عندك زوجة وتغطي على عمايلك السوداء. قال لها انا ما كنتش لسه اعرفك، ما كناش نعرف بعض، ده كلام قلته زمان وانتهى خلاص وراح. وعود قديمة يعني، ليه بتحاسبيني عليها دلوقتي؟ فقالت له وعود قديمة؟ طيب ما انا كمان اديتني وعود كتير. لا ان للدرجة دي وعودك دي م... مش صادقة يعني مثلا ولا ايه؟ يعني انا ما املش ان انت تكون توفي بوعودك معايا. فبيقول لها ليه مش عايزة تستوعبي؟ فقالت له سيبك مني. لو انت متجوز واحدة تانية ازاي تقدر تسيبها في الأوضة وتنبسط بحياتك؟ انت ايه المسخرة دي؟ وبعدين ازاي حثق فيك بعد كده؟ قولي. قال لها انا ما بقتش زي الاول، وانتي كمان اتغيرتي. انتي كنتي عايزة تهربي مع يوسف، عايزاني مثلا اقعد اقول يا ترى امتى هتهرب وتسيبني؟ ها؟ قالت له دي مش زي دي ابدا. انا اتجوزت بضغط من بابا صح، بس لا انا ولا عيلتي بصينا للجوازة دي على انه حاجة كده، اي كلام او لعبة يعني. انا من شوية سمعت ام الشاب اللي انا اتجوزته بتقول انها جوزته علشان تغطي على حياة ابنها. انا كنت ضحية لقصة وحشة. حبيبتك مستنية اليوم اللي هنتطلق فيه. قول لها ما تستناش كتير وروح عندها. وراحت زقاه وقالت له ايش عرفني، يمكن من زمان وانتوا بتتكلموا على التليفون، ويمكن كمان لسه بتشوفوا بعض وتخرجوا مع بعض. يلا يلا روح عندها. كانت عمالة بتزعق، فزعق لها هو كمان وقال لها كفاية بقى، كفاية ايه الكلام الفاضي ده؟ 100 مرة قلتلك ان ده كان في الماضي. فقالت له انا ما قدرتش اعرفك ابدا. فاكر الكلام اللي قلته ده اول يوم اتجوزنا؟ انت من زمان عايزنا نتطلق، انت ما حبيتنيش ابدا. يا ترى ضميرك ما عذبكش ابدا لما بتيجي تمسك ايدي مثلا ولا تبوسني وتضحك عليا؟ فمسك ايديها علشان يحط الدبلة وهي برضو ما رضيتش، وقال لها اللي انت سمعتيه ده جرحك، انا مستوعب كده كويس، بس لو سمحتي كفايه تختبريني في الماضي، ما تعمليش كده، ابوس ايدك. لاني ما اقدرش اغير الماضي ولا اغير اللي انا قلته لبلين، بس دلوقتي الامور في ايدي، او بالاصح في ايدينا احنا الاتنين. ادينا فرصه عشان نكون احسن. لو سمحتي البسي بقى الخاتم ده، وبعتذر لك على كل حاجه اتسببت لك فيها. لو سمحتي خدي البسيه. وحاول برضو يلبسه لها، رفضت تاني. وراحت رايحة جايبة المخدة من على السرير ورمتها في وشه، وقال لها ليه بتعملي كده؟ قالت له مش عايزة اتخانق معاك دلوقتي، بكرة نبقى نتكلم على راحتنا، نبقى نتفق هنعمل ايه وازاي هننفصل وازاي هنشرح للكل اللي حصل. تمام؟ بس حاليا انا مش عايزة اشوف وشك ولا اسمع صوتك. حل عني. وراحت داخلة الحمام عشان تغير هدومها، وهو كان واقف متضايق وراح قعد في البلكونة، وطبعا متضايق جدا وكان عمال بيعيط. وفي مشهد تاني يوم الصبح ان فريد صحي، كان نايم على الكنبة طبعا. بعد كده راح عند سيران بيبص لقاها نايمة. راح قعد على المكتب كتب لها ورقة وحطها جنبها على الكومودينو. وبعد كده هو حط راسه عليها ومسك ايديها كده شوية وراح داخل على الحمام. هي طبعا صحيت وراحت بص على الورقة، كاتب لها أرجوكي البسي ختمك، بحبك جدا، وكان حاطط عليها خاتم. كنا المخرج لمشهد تاني إن أورهان قابل أوفيكات في الطرقة. قال لها ممكن نتكلم شوية؟ قالت له مفيش حاجة نتكلم فيها. قال لها لأ في. وراحوا داخلين مع بعض على المكتب، وقال لها حبيبة فريد السابقة اللي هي بيلين جت أمها تشكر بابا في الشركة، وامبارح جت هنا عشان تزور جولجون. ايه اللي حصل ده؟ قالت له سلطانة قالت لي، بس انا ما خدتش الموضوع بجدية يعني، ما حطيتش في بالي. فقال لها غلطانة جدا، الست دي ممكن تكون خطر علينا كلنا.
يعني تتوقعي اي حاجة. انا كمان فهمت من جولجون انها تعرف بوكيت، فقالت له انا ما يهمنيش طالما جت عند مراتك، انتوا حلوا مشكلتكم لوحدكم. فقال لها يا سلام، امال ايه؟ تقول له امال ايه يعني انت بتطلعني من حياتك ببساطة دي وعايزني كمان ألملم وراك، مش كده؟ قال لها انا قلت احذرك، بابا بيدور على نقطة ضعف لينا. وجت الست دي على تركيا فجأة كده، اكيد ده هيلخبط الامور. ما تفتكريش ان بابا مش ممكن ان هو يقدر يرمينا في الشارع، حتى ممكن تكوني اول شخص يتخلى عنه. عشان كده اعملي المستحيل وفكري كويس عشان بابا يرجع البيت ويكون تحت سيطرتك، والا هتخرب كل الامور على راسنا. وراح سايبها وخارج وهي واقفة بتفكر في اللي بيقوله. مشهد تاني ان فريد خرج من الحمام، بيبص لقى الدبلة زي ما هي، وسيران واقفة بتجيب لبس يعني. لا صباح الخير، ردت عليه من غير نفس. قال لها انا حاولت ما صحكيش بس ما عرفتش. فقالت له لو ما كنتش سبت الورقة ما كنتش صحيت. انت كنت فاكرني بعد ما اقرا الورقة دي هغير رأيي والبس الخاتم يعني؟ قال لها انت ليه بتعملي فيا كده؟ حاجات حصلت في الماضي ليه كل يوم نرجع لها؟ ها؟ ليه؟ انا لسه ساعتها ما كنتيش انت في حياتي. فقالت له طيب خلينا نفتكر الايام اللي انا كنت فيها في حياتك. قال لها اوه، هنفضل نتكلم في المواضيع دي ونكررها كتير يعني؟ فبتقول له انا كل ما حاولت اثق فيك واتقرب منك بتعمل حاجة ويطلع وشك الحقيقي شوية شوية. بجد ربنا انا بيحميني منك. قال لها يا سلام، بجد يعني للدرجة دي انا واحد مؤذي، مش كده؟ فقالت له ايوه، فكر شوية في اللي انت عايشته لنا. قال لها والله هفكر فعلا. وراح جايب الخاتم وقال لها يلا بقى البسيه علشان محدش يحس بأي حاجة. وراح حطه في ايديها تاني وقال لها وانتي كمان عايزك تفكري وانا اوعدك ان انا هفكر. وراح سايبها وخارج، وهي كانت واقفة بتبص للخاتم وعمالة بتعيط. هو نازل على تحت، قابلته جولجون وهي نازلة وسألته ازاي سيران دلوقتي. قال لها اتخانقنا شوية. قلت لي قول لي طيب لو حصل حاجة. قال لها انا هصلح الوضع ما تشيليش هم. نرجع لسيران ان هي واقفة في الأوضة لسه عمالة بتعيط. سونا خبطت عليها، فتحت لها. لما شافتها كده سألتها حصل ايه. فراحت سيران حضنتها وكانت عمالة مفحومة من العياط، وهي بتقول لها اهدي 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 يا عمري، تعالي طيب نقعد. لما قعدوا سألتها بتقول لها امبارح بالليل حصل حاجة مش كويسة ها؟ فشاورت لها براسها انه لا. سألتها امال ايه؟ اتكلمي في ايه، ما تجننيش. قالت لها هحكي لك. بعد كده بتبص على ايديها بتقول لها ايه ده، امال فين ختمك؟ راحت مطلعاه من جيبها وحطته على الترابيزه. فراحت ماسكه اختها يعني سونا بتمسك سيران علشان تهديها. خدنا المخرج لمشهد تاني في الشركه، ان صادق كان بيوري ملفات لأورهان وبيقول له انا ما حبيتش اوديهم للآغا يشوفهم قبل ما اعرضهم عليك. فقال له مش مشكله، الاعمال دي فؤاد اللي بيهتم بيهم، ما اظنش ان فيهم مشكلة. قال له ايوه بس. فقطعه قال له خلاص انا هحل الموضوع. قال له طيب يا أورهان بيه زي ما تحب، وراح سايبه وماشي. بعد ما هو مشي راح أورهان بعت مسج لدفنة قال لها فاضية النهاردة نتغدى سوا؟ فقالت له لا انا تعبانة شوية، ممكن نأجلها ليوم تاني، انت كويس مش كده؟ نرجع تاني لسيران، كانت قاعدة بتحكي لسونا طبعا حكت لها وبتقول لها طيب قولي لي بقى انا ازاي هلبس الخاتم ده تاني؟ قالت لها انا هقول لك حاجه بس ما تعصبيش عليا. فقالت لها يا ترى على مين هتحط الحق المره دي؟ قالت لها بصي، ام ابيلين بصراحه عملت الحاجه اللي ممكن تعملها اي ام. قالت لها اوف بقى منك. قالت لها طيب بصي، حاولي تحطي نفسك مكانها شويه كده. لو عندك بنت وحيده وعلى علاقه بواحد وبتحبه واتجوز فجاه، وبنتك بتتكسر كل احلامها قدامك وبتعيط وبتزعل، فكري فيها شويه. مثلا يعني لو انا حصل فيا حاجه زي دي، انتي قبل الكل اكيد هتروحي عنده وتهدي البيت فوق راسه. انتي كده لانك جوه الموضوع، بس لو تشوفيه من بره ما كنتيش هتلوميه ابدا. هتلاقي حتى لو كان كده، إيه اللي لازم يحصل انه يعمل توازن للموضوع ده. فريد وعيلته مش لازم
الموضوع ده يأثر عليا انا بالشكل ده وبشكل واضح كده. وفريد على فكرة لسه بيكذب عليا لحد النهاردة. قالت لها طيب خلينا نفكر انه ما كذبش عليكي ابدا، وانه عارف بس ما قالكيش حاجة، يعني خبى عنك ما يعني. فقالت لها هي سونا بترد عليها وقالت لها على فكرة بصراحة انا بقيت اشفق على فريد جدا، وانتي كمان بتعندي اختي يا حبيبتي. هتيجي ام بيلين تطلع اللي عندها وكلها يومين وهتمشي، ومش هترجع تاني، مش هتفضل اكيد قاعدة هنا، ما تزعليش نفسك انتي. فقالت لها ربنا يسهل ان شاء الله. نروح لمشهد تاني، بيلين بتحضر فطار وبتقول لمامتها ما عندناش حاجات كتير، لو حابة ممكن نفطر بره يعني. قالت لها لا انا ماليش نفس الحاجة ابدا. فسألها طب انتي كويسة؟ قالت لها ايوه. انتي روحي انتي كلي. في اللحظة دي جالها تليفون، فردت عليه وخدت التليفون وطلعت بره البلكونة، وكانت بتقول اللي بتتكلموا يعني لازم اعرف عن البنت دي حاجات اكتر ضروري. في اللحظة دي خرجت لها بيلين وسألتها انت ليه ما بتتكلميش جوه في الصالة؟ قالت لها هتفرق معاكي في ايه يعني؟ قالت لها انا خايفة. قالت لها خايفة من ايه ومن مين؟ فقالت لها منك، طول الوقت بتعملي حاجات انا معرفهاش. قالت لها ايه الكلام ده؟ قالت لها ازاي تروحي على بيت فريد وبعد كل المشاكل دي؟ كده كده الرابط اللي بينا هيتقطع خلاص، ولو عملت حاجة مش هنقدر نشوف بعض تاني. فقالت لها انا من ساعة ما جيت ما بشوفش حاجات كويسة ابدا، انا عايزة اشوف بنتي القديمة اللي انا اعرفها، المرحة اللي بتطير حواليا، وتأكدي اني هعمل كل حاجة علشان ده يحصل، حتى لو غصب عنك انا هعمل كده. لحظتها رن جرس الباب، فبيلين قالت لها ده اكيد بورق. نرجع تاني لسيران. كانت قاعدة على السفرة وقاعدة متضايقة وما بتاكلش. افيكات خدت بالها وبتسألها يا سيران امورك بخير؟ فاستغربت وسألتها ايوه يعني ايه امورك بخير؟ ما فهمتش قصدك ايه. قالت لها حاسه انك سرحانه كده على طول الفتره دي. فقالت لها لا انا كويسه الحمد لله. فراحت فكانت ردت عليها وقالت لها طيب يعني ممكن تعتبر عدم لبسك لخاتم الجواز بتاعك ده مجرد انك نسيتيه مش كده؟ قالت لها ممكن اكون نسيته في الاوضه ولا حاجه. وجولجون ساعتها قالت لها عادي. قالت لها افيجات يعني انا ساعات كتير بنساه واسيبه هنا وهنا. وبعد كده سيران اتغاظت بقى من افيجات، بتقول لها يعني لو انا قعدت من غير خاتم ما ينفعش يعني؟ ممكن، وده ما ينفعش يعني خلاص ممكن اقوم من على السفرة. فراحت جولجون بتسأل سيران انتي متوترة؟ قالت لها لا خالص، لازم يعني اكون كده ولا ايه؟ افيجات قالت لهم طب خلاص خلونا ندخل على الموضوع الاساسي. وراحت بس لسونا وقالت لها لو عندك اي ميعاد النهارده يا ريت تلغي. قالت لها خير ليه؟ قالت لها هعرفك على شخص والموضوع مهم جدا، هو ولد وحيد لعيلة معروفة في اسطنبول، متعلم وهو ماسك شركات العيلة، ودخل عالم رجال الأعمال من بدري. فأنا نظمت ميعاد يعني عشان تتقابلوا وتتعرفوا على بعض، بس كل حاجة حصلت فجأة وما قدرتش أسألك، معلش بس الحاجات الحلوة عادة بتحصل فجأة مش كده ولا ايه؟ فراحت قايله لها انا يعني، وارتبكت كده سيران. قالت افيكات هانم فقطعتها وقالت لها انا بتكلم مع سونا مش معاكي. سومان طبعا اتضايقت وراحت قايله بما ان العشاء ده بخصوص سونا متهيألي مش مناسب انها تكون اخر حد يعرف بيه. افيكات قالت لها يا ريت لو سونا هي اللي تاخد القرار. فراحت سومان قالت لها احنا واخدين القرار من زمان، ودي طبعا هي المشكله. ساعتها جولجون قالت لهم يا بنات يا بنات مالكم متوترين كده ليه؟ النهارده انتوا مش طبيعيين. عموما ده عباره عن تعارف بسيط، ايه المشكله يعني؟ افيكات قالت لها هتقعدوا وتتكلموا مع بعض في هدوء وتشوفيهم، وبالعكس انت لازم تكوني فخوره انك رايحه على عشاء زي ده وتكوني مبسوطه. جولجون بتقول لسيران لو خلصتي فطار ممكن نتكلم انا وانت شويه على انفراد. فقالت لها طيب، وراحت قامت وبتبص لسونا، فسونا شاورت لها يعني انه تمام علشان تقوم وراحت قايمه. وبالمشهد ده بتخلص حلقه النهارده وبيخلص الملخص. اتمنى يا رب يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو الحلقه الجديده.